من الحب ما قتل. جملة قد تكون غريبة بعض الشيء، ولكن لو بصينا في صميم الجملة قد تكون هي أصح تعبير عن الحب. كتير سمعنا عن جنون الحب وعظمة الحب، وإن الحب أعمى، وإن الحب ممكن يخليك تعمل حاجات أنت مش متخيلها. سمعنا عن قيس وليلى، عنترة وعبلة. حتى شكسبير لما فكر يكتب عن الحب كتب عطيل وديدمونة، روميو وجولييت. كلها قصص أغرب من الخيال. والقصة بتاعتنا برضو النهاردة هي أغرب من أغرب قصة ممكن تكون سمعتها. أنا الدمراوي شوكت، ودي حواديت جدو. أهلا بيكم مرة تانية في صومعتي المتواضعة. يوم 8/2 سنة 1877 بالتحديد في مدينة دريستن بألمانيا اتولد الطبيب اللي كان تخصصه تقني أشعة كارل فون كوسيل. اتولد في أسرة ميسورة الحال متوسطة، كانت متدينة بشكل معقول، ولكن كانوا بيؤمنوا في الروحانيات، وده أثر بشكل كبير في شخصية كارل على مدار سنين عمره من وهو صغير لغاية ما وصل لسن 43 سنة وقابل دوريس أنا شيفر سنة 1920 عشان يتجوزها وتبقى شريكة حياته ويخلف منها بنتين. كارل كان دايما لما بينام بيحلم بواحدة قريبته كانت توفت منذ زمن بعيد جدا. كانت دايما تجيله في المنام وتقول له: كارل، انت هتقابل فتاة شديدة الجمال، شعرها اسود زي الليل. البنت دي انت هتحبها، والبنت دي هتحبك، وهتكون هي حبك الاول والاخير. يا سلام على الرجالة لما تكون عايزة تخون وتدور على مبرر. يا سلام. فضل الحلم ده يتكرر مع كارل كتير، مع انه متجوز ومخلف بنتين، بس فضل طول الوقت شغوف بالبنت اللي شعرها اسود شديدة الجمال اللي هيقابلها في يوم من الايام. وفي يوم عادي وكارل شغال في المستشفى في ألمانيا، يجيله رسالة ان في بعثة هتتحرك من ألمانيا لأمريكا علشان يقضوا مدة تدريبية هناك في أمريكا. يطلع كارل معاهم ويكون في أمريكا سنة 1930، ويبدأ يشتغل تاني عادي جدا مع البعثة بتاعته ويقوم بشغله على أكمل وجه. يوم 22/4 سنة 1930 يوم عادي جدا بيعدي على المستشفى في أمريكا وكارل شغال عادي جدا. تخش له ماريا إلينا 21 سنة عشان تعمل شوية تحاليل علشان هي تعبانة شوية. يبدأ كارل وهو بيعمل لها التحاليل بتاعتها يبص لها ويلاقي فيها نفس المواصفات اللي كانت دايما قريبته بتيجي تحكيها له وهو نايم. نفس الشعر الاسود، نفس الجمال، نفس العينين الواسعة. بدأ كارل يتعلق بيها ويقول لك بس هي دي حب حياتي، هي دي اللي انا طول عمري بحلم بيها، والنبوءة بتقول لي ان دي هتبقى حب حياتي. لغاية هنا القصة طبيعية جدا، ولكن في حاجات بتحصل للواحد بتغير حياته رأسا على عقب. ماريا طلع عندها السل، وفي الوقت ده مريض السل كان يا بيموت يا بيموت، ملوش حل تالت، لأن مرض السل وقتها ما كانش حد لاقي له علاج ولا حد فاهم أصلا إيه المرض ده. كارل اتجنن، ما بقاش فاهم يعمل إيه. البنت دي هي حب حياته وهي البنت بتاعت النبوءة، هتموت كده عادي قدام عينه. فضل يشتغل ليل نهار، يعمل أبحاث، يكلم كل الدكاترة اللي تقدر تعمل أي حاجة، ولكن للأسف زي ما قلت لكم المرض ده كان صعب جدا علاجه في الفترة دي لأن محدش كان فاهم المرض ده. وماتت ماريا يوم 25/10/1931. وهنا كارل قرر إن هو هيتكفل بجميع مصاريف الجنازة، محدش يدفع جنيه، صرف كل حاجة على الجنازة. بل مش كده بس، ده دفنها في البيت بتاعها في الجنينة وعمل لها مقام، وفضل يزور المقام ده لمدة 2 سنين ويعيط كل يوم بحرقة على ماريا اللي ماتت، حب حياته، البنت بتاعت النبوءة، لغاية ما صبره نفد. حس ان هو لازم يقابلها ويتجمع معاها. وهنا عقله جاب له فكرة الشيطان نفسه ما يعرفش يوسوس بيها. كارل قرر انه مش هيستسلم. جه بالليل سرق الجثة بتاعت ماريا وراح بيها البيت بتاعه، وبدأ يعمل
أقذر عملية ترميم لجسد متهالك. أنا آسف يا جماعة لبشاعة اللي أنا هحكيه ده، ولكن ده بجد حصل. جاب شماعة علشان تكون هي في مقام الكتاف، وعلق عليها ما تبقى من الكتاف بتاعت ماريا. جاب أوتار للبيانو وبدأ يخيط الأجزاء في بعضها البعض. جاب قطع من القماش الحرير علشان يعوض مكان الجلد اللي تهالك بسبب الموت. استخدم شوية مواد كيميائية كده علشان تضيع الريحة بتاعة تعفن الجثة. بدأ يجيب شعر مستعار يحط ليها عيون زجاجية، وغلف الراس بأكياس مشمع علشان على الأقل يحافظ على ما تبقى من ملامح الوجه. وفضل يتعامل معاها على إنها مراته ويتكلم معاها. فضل على الحال ده لمدة 7 سنين. يخلص شغله يرجع لمراته اللي مستنياه في البيت ويفضل يتكلم معاها لغاية ما ينام ويرجع تاني يوم الصبح الشغل. سنة 1940 بدأت إشاعات توصل لأخت ماريا فلوريدا إن كارل عنده جثة وبيتكلم معاها وبيتعامل معاها في بيته، ممكن تكون أختها. وبالفعل فلوريدا ما كتبتش خبر، حفرت في قبر أختها ما لقتش جثة أختها. راحت من ورا كارل وتسللت لبيته واتفاجئت من اللي لقت جثة أختها متعلقة قدامها على شماعة. بسرعة جريت فلوريدا وأخبرت الشرطة والسلطات اللي بدورها راحت قبضت على كارل وبدأت التحقيق معاه في الفور. وأول حاجة طبعا في المواقف اللي زي دي لازم يكشفوا على سلامة قواه العقلية. المفاجأة هنا إن الراجل طلع سليم وطلعت قواه العقلية في أحسن صورة وأحسن حال، وعلشان كده السلطات أفرجت عنه. ما هو مش مجنون، هنقبض عليه ليه؟ علشان سرق جثة؟ عادي، لسه ما كانش فيه قانون طلع للموضوع ده. وقتها كارل قرر يسيب كل حاجة وخد بعضه وساب أمريكا وساب ألمانيا واختفى. ويقال إن كارل اتشاف عايش في المكسيك مع دمية تشبه ماريا لغاية ما مات سنة 1952. فعلا الحب ممكن يجنن الواحد والله. عايزكم ما تنسوش حاجة، إن أنا في الأول وفي الآخر كل اللي أنا بحكيه ده مجرد حواديت. ممكن تكون حصلت وممكن تكون ما حصلتش، ممكن تكون أسطورة أهلها بس هم اللي مصدقين فيها. في الأول وفي الآخر الموضوع راجع ليك أنت، وراجع لإيمانك بالحدوتة. أنت اللي تقدر تخليها حصلت، وأنت اللي تقدر تخليها ما حصلتش. شكرا ليكم لو أنتم بتتفرجوا لغاية دلوقتي. يا ريت لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان ده بيساعدنا جدا، وعشان يوصل لكم كل جديد فعلوا زر الجرس عشان أول ما ننزل أي حاجة توصل لكم. وأشوفكم في حدوتة جديدة.